برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا على الهواء مباشرة في صباح القاهرة اليوم الثلاث، ونبدأ موضوعنا الأول النهاردة عن سيناء. سيناء دايما هي قطعة غالية جدا من أرض مصر، شبه جزيرة سيناء طبعا أرض مقدسة. الحقيقة هي يعني أعتقد أنه عليها العين من العالم كله. فعلا هي مليانة بالموارد الطبيعية، غير أنها أرض مقدسة. يعني تعتبر الحقيقة من أهم القطع العزيزة على قلوب المصريين كلها. الحقيقة كمان كان في أحداث كتير حصلت على أرض سيناء، من حروب، من عمليات إرهابية، من استشهاد كتير جدا من المواطنين المصريين المدنيين، من رجال الشرطة، من رجال الجيش أو من رجال القوات المسلحة. فأعتقد أن ليها تاريخ طويل جدا. حصلت كمان في الفترة الأخيرة الدولة المصرية مهتمة قوي أن هي يكون في تنمية اقتصادية في شبه جزيرة سيناء، يكون في الحقيقة خدمات لكل المواطنين في سيناء، ويكون في ربط ما بينها وما بين كل المدن المصرية في كل المجالات، سواء المجال الزراعي أو الصناعي أو التعدين. فنعرف أكتر تفاصيل عن هذا الموضوع مع ضيفنا بشرفنا في استوديو صباح القاهرة، مع الدكتور أمن حتب أمين، الخبير في الإحصاءات الاقتصادية وعضو مجلس البحوث الاقتصادية بأكاديمية البحث العلمي سابقا. أهلا بك يا دكتور، صباح الخير على حضرتك. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين يا فندم. دكتور، الحقيقة سيناء دايما احنا بنقول عليها ان هي قطعة أرض غالية جدا على قلوب المصريين، يعني غير ان مصر أصلا موقعها استراتيجي في العالم كله، تعتبر هي في قلب العالم، واتكتب عليها يعني قصص وروايات وكتب الحقيقة مهمة جدا، زي طبعا جمال حمدان عبقرية المكان، وكان مهمة جدا ان هو بيتكلم على انه مصر فعلا هي محور ورابطة ما بين كمان قارة آسيا وقارة أفريقيا. فأعتقد انه المكان نفسه بيتكلم عن نفسه، يعني مش محتاج ان احنا يعني نقول عليه كتير، ولكن عايزين نوضح برضو للمشاهدين الأول سيناء وتاريخها الكبير جدا الطويل على مدى السنوات اللي فاتت والأحداث اللي حصلت فيها، ونبدأ مع حضرتك. تمام. هي كمان يعني ممكن حضرتك لو بدأنا لغويا، اسم سيناء ده معناه أرض الأحجار، بمعنى لأن هي بتحتوي على جبال كتيرة. أيوة. فعشان كده سمت أرض الأحجار. وكانت في اللغة السامية القديمة اسمها بيسمى أرض القمر. وطبعا أرض القمر. وطبعا في بقى يعني من ضمن الأسماء المدن أو الأماكن أو المناطق اللي ذكرت في القرآن ومن أيام الفراعنة، سيناء في أيام الفراعنة كانت بتسمى تيوشريت، في التوراة حوريب، في القرآن اسمها سنين. فيعني دي برضو طور سنين. تمام. فهي طبعا دي برضو الأسماء سيناء يعني من ضمن أمثلة. وسيناء زي ما حضرتك قلتي هي تعتبر الممر الشرقي لمصر، واللي بيربط قارة أفريقيا بقارة آسيا. وسيناء دي هي من أطول السجلات التاريخية. هي منطقة تعتبر أطول سجل تاريخي بيمر على منطقة في العالم مر على سيناء. بداية من أيام الهكسوس غزو مصر من عن طريق سيناء. صحيح. رمسيس راح قاوم الحيثيين عن طريق ما دخل سيناء. في من ضمن برضو جيش مصر بقيادة إبراهيم باشا سنة 1831، ابن محمد علي باشا. ابن محمد علي. راح عبر سيناء. أيوة. انتقل إلى الشام ووصل للشام، ثم وصل إلى الأستانة. أيوة. في تركيا شمالا. عاصمة الدولة العثمانية وقتها. طبعا ما ننساش بقى كمان الأكثر يعني دموية أو حروب في مصر في سيناء هي الحروب المصرية الإسرائيلية لغاية آخر حرب اللي هي حرب أكتوبر المجيدة. فطبعا دي يعني نكسة 67 برضه وما حصل فيها. فهي أهميتها بترجع لأكتر من حاجة. طبعا أهم حاجة في سيناء لو اتكلمنا عن أهميتها، ما فيش أهم من إنها هي المنطقة الوحيدة اللي تم فيها تجلي الله عليها. ما فيش أي منطقة يعني في جبل طور اللي هو في مدينة سانت كاترين تم تجلي الرب لموسى على هذا الجبل. وطبعا يعني ما فيش أي منطقة في العالم نال هذا الشرف إلا هي أرض بيتنازع عليها العالم كله. ليه؟ فطبعا غير بقى الثروات اللي بتحتويها، وإنها بتحتوي على سواحل كتير جنوبا وشمالا وغربا. فكل دي والثروات المعدنية كل ده طبعا هي تعتبر مطمع طول عمرها. غير انها المدخل الشرقي، يعني كل المشاكل اللي حصلت لمصر
والحروب او بلاش نقول كلها اغلبها اعتقد يمكن نسبه 90% من البوابه الشرقيه اللي هي من سيناء. ده باختصار شديد يعني اللي هو التاريخ. طبعا هي لو هنتكلم عن تاريخ سيناء كبير وطويل ناخد حلقات، انما ده كده باختصار يعني كده ان هي تعتبر اطول سجل عسكري تاريخي لاي منطقه في العالم هي موجود في سيناء. مفيش اللي حصل لسيناء ده اعتقد لم يحدث في اي منطقه في العالم. اعتقد يعني ده سبب انه فعلا ان هي ارض بيتنازع عليها كتير جدا من الدول، وطبعا على راسها الكيان الصهيوني انه حاطط سيناء في دماغه. يعني احنا كلنا عارفين وفاهمين ده كويس جدا. عارفين طبعا، وكل يوم يعني مشاكل، يعني عاوزين يجروا لنا مشاكل، بس الحمد لله القياده السياسيه فخامه الرئيس طبعا يعني بالحكمه، في حكمه كبيره جدا في التعامل مع هذا الملف طبعا، علشان ما نديش فرصه للكيان الصهيوني، لان الكيان اساسا مش هو بس، هو وراه طبعا يعني قوى عظمى كتير. يعني احنا رحم الله امرنا عارف قدر السماء، احنا لو هم لوحدهم احنا هنقدر يعني بالظبط. هم فعلا لوحدهم من غير الولايات المتحده الامريكيه، انما طبعا هم للاسف يعني في قوى عظمى كتير خلفهم. فربنا يحفظ مصر يا رب ان شاء الله، يا رب كده، ويحفظ امن وسلام مصر باذن الله. حضرتك اتكلمت على انه هي بتحتوي كمان على موارد طبيعيه كتير، الثروه المعدنيه حضرتك ذكرتها، البحر الاحمر سواء من ناحيه خليج السويس او خليج العقبه اعتقد، يعني السواحل دي كلها ادي مثلا قطاع السياحه او مجال السياحه زي ما حضرتك شايف معانا على الهواء دلوقتي، مثلا دي قاطره التنميه في سيناء في مجالات كتير والانجازات اللي حصلت فيها في الاخر. خلينا ناخد الاول مجال ونعرف ايه اللي تم فيها من انجازات. نبدا مثلا بقطاع السياحه. تمام. ولا نبدا بالنقل او ايه؟ هو انا عايز بس ممكن نقطه بعد اذنك. اتفضل طبعا. قناه السويس، عشان في نتكلم على قناه السويس ونربط بينها وبين لان هي برضو خلي بالك حضرتك، هي قناه السويس من ضمن الموارد اللي في مصر، وسينا تعتبر هي بتربط سينا القناه يعني هي قناه السويس طبعا. يعني انا عايز بس بمناسبه اللغط اللي حوالينا، يعني انا عايز اقول برضو كلمتين عنها بسرعه كده. هي اساسا يعتبر تم 170 سنة تقريبا مرت على بداية الحفر. يعني هي بداية الحفر 1806، وكانت قبل كده موجودة واتردمت زمان ايام الفراعنة اعتقد. أيوة بس هي بقى في العصر الأحمر اسمه بحر القلزم حاجة زي كده، وتم واتردمت وتم حفرها. احنا بنتكلم على الحفر اللي هو المؤخرا اللي هو في القرن ال19 وال20 يعني. هي يعتبر مر على بداية الحفر حوالي 170 سنة. تقريبا بدأ الحفر 1856 أو 1859. تمام. لأن في ناس بتقول 1856، هي 1856 تقريبا بداية التعاقد أو بداية كان مع الخديوي موافقة ديلي سيبس. أيوة. الموافقة اللي هي بتحتوي على 12 بند. أهمهم طبعا، أهم بندين هم بداية الحفر وحق الامتياز اللي هو 99 عام من بداية فتح القناة. أنا عايز أقول إن ال 170 سنه دي طبعا او الحفر ده تم بدماء المصريين طبعا. مليون عامل حضرتك. تخيلي احنا كان تعدادنا كام وقتها، انا مش عارف بالظبط، بس يعني ما يكملش 10 مليون يمكن او 15. انا مش فاكر بصراحه يعني مش عايزك بس 1800 فمليون ده في عامل. في الستينات كنا 45 مليون. فتخيلي بقى 1856 كام مليون عامل كان بالسخره بداوا حفر. 120,000 مات منهم. 120,000 مات منهم ليه؟ بسبب الجوع والعطش والمعاملة السيئة والأوبئة. كانت مر عليهم يعني جميع الأمراض اللي ممكن الحفر ده ما هواش بين يوم وليلة، ده قعد فترة طويلة شهور يعني 10 سنين. 10 سنين. 10 سنين. تم افتتاحها تم افتتاحها في 1869 في عهد الخديوي اسماعيل طبعا، والحفل البروباجندا الاسطوري الكبير يعني والامبراطوره جنيفا. فعايز اقول لحضرتك 120,000 مصري ماتوا. وبالمناسبة يعني هو الناس من المعاملة السيئة كان قاموا بتمرد كتير على الشركة اللي هي هو في خلال 10 سنين دي بقى حصلت أحداث كتير جدا، لأن كان الأوبئة بتمر عليهم كتير. تاني أمراض صدرية ورمد وحساسية وكبد وأمراض سهال. لأن هم أكيد استخدموا برضو آلات أو معدات بدائية بالنسبة لنا دلوقتي بدائية جدا طبعا، عشان كده قعدت الفترة الطويلة. ولو قستيها بالفرق بين دلوقتي احنا والحفر اللي حصل لسه كنت اقول لحضرتك ان الانجاز اللي اتعمل في عهد فخامه الرئيس السيسي ان تم حفر القناه الجديده دي في 12 شهر فقط. مظبوط. واخد بال حضرتك. وطبعا يعني كان في انجازات يعني بالمناسبه
تم التكلفة مصرية عن طريق المصريين. تم جمع 64 مليار جنيه في خلال 8 ايام فقط. فعايز اقول لحضرتك طبعا القناة دي برضو احنا تم حفرها بالدم على مر التاريخ لغاية ما يعني بداية من عهد الرئيس بعد ما تم افتتاحها عهد الرئيس جمال عبد الناصر لما تم تأميمها في يوليو 56. طبعا بريطانيا وفرنسا واسرائيل اللي هو العدوان الثلاثي تم على مصر. والحمد لله بفضل المقاومة الشعبية والضغوط العالمية تم الجلاء. بعد كده في حرب 67 تم اغلاقها حوالي 8 سنين وافتتحت في عهد الرئيس السادات يونيو 1975. مظبوط. بعد كده بدأ يعني بعد 75 من بداية من سنة 80 ابتدت برضو مصر بتعمل تعميق وتوسيع للقناة بحيث انها تقلل فترات عبور القناة. بداية من سنة 80 وكانت اكبر عمل تم في التوسيع والتعميق هي عمل القناة الجديدة اللي هي تم في سنة 2015. تمام. اللي هي لسه بقول لحضرتك عليها. طبعا القناة دي يعني عالميا اولا بتوفر 15 يوم في بدل ممر رأس الرجاء الصالح. طبعا 15 يوم. رأس الرجاء الصالح ده حوالين افريقيا ويدخل على المحيط الاطلنطي وبعد كده على اوروبا يعني 15 يوم. هي محسوبه بالدراسات انها بتوفر 15 يوم لو حضرتك السفن تمر عبر رأس الرجاء الصالح. فعايز اقول يعني ان القناه يعني غير انها هي الممر الاسرع اللي بيربط بين على مستوى العالم اسيا واوروبا. الممر الاسرع في العالم ويمكن ما فيش زيه يعني في العالم ان هو بيربط بين اسيا واوروبا. فعايز اقول طبعا يعني مفيش مقارنه بينها حتى وما بين قناه بنما اللي الناس بتطلع تتكلم يقول ما امريكا. لا احنا دي قناتنا وفي اتفاقيات دوليه كل العالم عارفها ان ما فيش اي حد هيمر لان احنا مكلفينها. هل تقصد تصريحات للرئيس الامريكي دونالد ترامب؟ ما هو كل فتره لازم يطلع بتصريح غريب وعجيب بس هو في ميزه يعني الحمد لله ربنا يديمها ان هو بعد المفاوضات ممكن يتراجع. مش يعني انا يعني في الموضوع التهجير مثلا بعد كده قال لا خلاص انا الموضوع اللي بعد ما لقي ان في مقاومه وفي مناقشات موضوعيه يعني. صحيح. برضو احنا دي السياسه المصريه الحكيمه بقى. ان انا لما حضرتك يقول حاجه ماشي اوكي انت بتقول كذا لا احنا عندنا اسبابنا كذا وكذا وكذا. فهو يعني انا شايف ان هو الراجل في النقطه دي اللي هي اعتقد انها ميزه ان هو بيتراجع. فان شاء الله برضو هيتراجع لان الموضوع يعني في خبره كتير يعني عشان حضرتك اللي بيقولوا ده ان السفن الامريكيه تعدي مجانا. واحد خبير طلع قالها يعني عجبني قوي. قال اصل احنا اللي عملناها مش كده لا ده في خبير قال كده قال حاجه كده بنوع من الكوميديا بس هو حقيقه. قال لك يبقى كل السفن هتروح امريكا تحط العلم الامريكي وتيجي تعدي ببلاش. يبقى احنا يعني خلاص يعني كده يعني احنا مش هنجيب ثمنها اللي احنا الدم اللي هو لا يقدر بثمن يعني اساسا. فده باختصار يعني تاريخ قناه السويس واهميتها الاستراتيجيه. تمام. كنت حابب امر عليه بس عشان الظروف اللي احنا بتمر بينا والربط ما بينها وما بين سينا. طبعا هي اذا اتكلمنا عن الربط يبقى داخلين حضرتك في مجال النقل اللي هو في سينا. يعني على انجازات مجال النقل يعني هو بالنسبه احنا تم حفر بعد 2014 تم حفر 5 انفاق تحت القناه غير نفق احمد حمدي. لا هو كمان تم احمد حمدي كان موجود اوريدي لكن بس عمل كمان زي حاره كمان ثانيه اللي هي سموه نفق احمد حمدي 2. ايوه فبقى يعني كاننا اتعمل 6 انفاق جديده بعد 2014. طبعا بتفرق بتنقل كل او بتربط سينا بمحافظات الجمهوريه كلها. كان موجود في كوبري السلام اللي كان عند الأنطرة غرب ما بين طريق اسماعيليه وما بين بورسعيد في مدينه الأنطرة غرب لسه موجود. وكمان في المعديات بس كانت بتقعد فتره طويله. المعديات دي مشكله بتاخد وقت طويل. بتاخد وقت طويل عشان اللي هو التفتيش والكلام ده. لكن هي ما بتاخدش وقت خالص وهي في القناه. ونفس مساله
امان لازم عشان العربيه يثبتها والناس يعني بتاخد وقت لان في عربيات. نقل الركاب كويسه، يعني نقل المواطنين او الافراد كويسه، لكن نقل السيارات كانت بتبقى صعبه شويه، بتاخد وقت. فده بالنسبه مثلا اتعمل 6 ارصفه عائمه. تمام. الطول الواحد الشرقي والغربي اعتقد 257 متر. نعم. الارصفه العائمه دي برضو بتنقل الحركه او بتربط سيناء بمحافظات الجمهوريه. تمام. في لو اتكلمنا عن المطارات، المطارات، ما هو احنا كده بقى بنتكلم عن قطاع النقل في سيناء. في مطارات تم تطويرها في سيناء اللي هي شرم وسانت كاترين وطابة والطور وايه تاني وطابة ومش فاكر ايه تاني. هم في مطار جديد بقى اتعمل اسمه مطار البردويل. ده اتعمل جديد، انما تم تطوير اللي قلته ده سانت كاترين، طابة، شرم، في كذا مطار. شرم الشيخ عالمي 5 مطارات تقريبا تم تطويرها او 6 مع انشاء مطار جديد اسمه مطار البردويل. في منطقه ده نسبه لبحيره البردويل. هو على اساس نسبه غالبا هو جنبه. يعني مش عارف مكان فين، بس هو اكيد جنبه لان اتسمى بنفس البحيره، اسم البحيره. في منطقه شرق بورسعيد دي برضو تنميتها دي فرقت في حركه البضائع دي في سيناء، شرق بورسعيد. فلما تم تنميه منطقه شرق بورسعيد اترفعت حركه البضائع بنسبه 17%. وبالنسبه لمنطقه شرق بورسعيد ده في يعتبر العاشر الميناء شرق بورسعيد في مؤشر البنك الدولي للمواني في نقل الحاويات. ده كان العاشر تقريبا سنه 22 يعني على مستوى العالم. يعني في مؤشر اسمه مؤشر نقل الحاويات بالمواني. كويس. ده كان طلع العاشر على مستوى العالم. تمام. فده طبعا حاجه كويسه. يعني كل ده في 2022 2022 يعني قريب طبعا، لان هو اتعمل منطقه تنميه منطقه شرق بورسعيد تم تنميته قريبا يعني مش بعيد قوي. هو كان في حاجه قبل الموضوع ده انا كنت عايز اقولها، يمكن قبل الهوا قلت لحضرتك عليه ان في استطلاع للراي. ايوه. مركز دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء. وسالوا المواطنين سيناء كان قبل 2014 غالبا سنه 2010 عن المشاكل اللي بتقابل سكان سيناء. فبالظبط كده النسب جت ايه؟ 63% اتكلموا عن مشاكل الميه، في مشاكل ميه. 50% قالوا ان في مشاكل للنقل. 25% اتكلموا عن مشاكل التعليم والكهرباء والصرف. واخده بال حضرتك الميه 63% كان فيها مشاكل، 50% في النقل. انا اتكلمت بقى عن النقل. فكان في يعني نسبة 50% نقل. أعتقد بعد التنمية اللي حصلت في قطاع النقل أعتقد أن الموضوع فارق كتير جدا مع أهل سيناء. المية المية اتعمل كانت قبل 2014 15 محطة تحلية. تم رفعها وزيادتها الى 45 محطه بعد 2014. من 15 ل 45 محطه تحليه ميه. كويس جدا. وتحليه مياه بحر وابار الاثنين. تمام. فيعني النهارده 45 محطه في سيناء بعد ما كانوا 15. طالما في ميه يبقى حضرتك اكيد هتلاقي المجتمع زراعي، في عمار بالظبط، وفي زراعه وفي نقل ومدن بقى تتبني ومدارس ومستشفيات. فاعتقد الميه طالما موجوده في اي مكان بيحصل تعمير للمكان او المنطقه نفسها. فكون ان يتعمل 30 محطه جديده محطه تحليه فده رقم كبير جدا. رقم حلو جدا طبعا في كل شبه جزيره سيناء. طبعا محافظه الشمال وجنوب سيناء. الوسط دايما بيبقى فيه لا هي محافظتين. هي مقسومين، ما فيش حاجه اسمها وسط. ما انا فاهمه، انا اقصد منطقه وسط. المنطقه نفسها كان دايما بيتقال ان هي فيها جبال وعره والطرق فيها وعره شويه، محتاجه برضو اكتر. حتى وقت العمليات الارهابيه لما كان موجود كان دايما يعني رجال القوات المسلحه والشرطه كانوا دايما عندهم معاناه في موضوع وسط سيناء لان هي مليانه بالجبال والطرق الوعره جدا. مشكله الجبال طبعا. يعني هو طبعا هي الاهتمام كان برضو بالمناسبه على الانسان السيناوي. بالزبط. يعني تم تنميه الانسان السيناوي في مشاريع كتيرة جدا.
من ضمنها مثلا يعني احنا سبقنا الاحداث بس اوكي يعني مفيش مشاكل، ان هي في مشروعات تمت عن طريق جهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره جدا. ايوه. تم حضرتك عن طريق الجهاز خلق وظائف او فرص عمل حوالي 36,600. شوف الرقم 36,600 وظيفة عمل بإجمالي تكلفة حوالي 15 مليار جنيه. تمام. ده بس من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تمام. في جهاز تاني اسمه التنمية المحلية تقريبا، أو تنمية المشروعات المحلية، مش فاكر اسمه بالظبط. عمل برضو أو هيئ حوالي 34,000 وظيفة. كويس قوي. برضو مباشرة بتكلفة حوالي 600 مليون جنيه. ده الجهازين بس، انما في المشروعات اللي اتعملت في سينا هيئت برضو وظائف بالالافات كتير جدا. بالظبط. يعني العماله اللي يعني ده الدايركت اللي هو الايه، انه المواطن هو او الفرد هو صاحب المشروع، لكن في مشروعات كبيره. أيوة. تانية يعني انا هنا بوجه المشروع للمواطن السيناوي، بقول له خد قرض او خد مساعده او دعم عشان تعمل مشروع، دي المباشره. انما الغير مباشره لا، في وظائف كتيره قوي عن طريق المشروعات. يعني لما تيجي شركه تعمل طريق، لما تيجي تعمل محطة مية، لما تيجي تعمل كذا، ده صرف صحي. بالمناسبة الصرف الصحي تم رفع نسبته لحوالي 40% بعد ما كان 17%. ويمكن دلوقتي يعني الرقم ده النسبة دي من سنتين أو 3 يعني. ممكن تكون زادت النسبة دي، ومش ممكن، ده بنسبة كبيرة هتكون زادت عن 40%. عشان لو حد قال يعني لا النسبة دي مش صح، ممكن تكون زادت عن 40%. دي النسبة اللي عندي لغاية دلوقتي 40%، من 17 كانت قبل 2014 وصلت ل 40% تقريبا 2019 او 2020 مش فاكر يعني. طيب المشروعات بقى الكبيره اللي بيشارك فيها عماله من اهل سينا زي ايه؟ يعني ايه اكتر المجالات اللي هناك ممكن تخدمهم في نفس الوقت نستفيد بالمواد الخام اللي موجوده او في البنيه التحتيه في سينا نفسها؟ في مجمعات اتعملت، في مصنع العريش للاسمنت اتعمل، ده مجمع كبير مثلا. في مجمعات لصناعه الرخام اتفتحت، ده دول اللي هو على ما اذكرهم يعني، اللي فاكرهم يعني. فدي كلها طبعا بتاخد عماله كتيره. بس هو احنا خلي بال حضرتك، هي كان في رؤيه للدوله بالنسبه لسينا وعامة خاصة، ولكن في رؤية أو في تخطيط اسمه تخطيط التنمية العمرانية لمصر 2052. ده حاطط سينا في الأولوية. إزاي حضرتك؟ إن التخطيط العمراني ده للبلد كلها، للجمهورية كلها، إن أنا عايز أرفع الحيز العمراني لجمهورية مصر العربية إلى 14% من مساحة أرض مصر. يعني هي دلوقتي ما أعتقدش تزيد عن 5% 7% أعتقد يعني من مساحة. يعني تخيلي المصريين عايشين على 5% من أو أرض 7%، مش متأكد برضو من الرقم ده. الصحراء الغربية كلها والمنطقة الغربية دي كلها فاضية، ما في ولا الشرقية ولا الغربية. على شريط النيل، على احنا على الوادي حوالين النير والدلتا. ودي من بقول لحضرتك هي المية من قديم الأزل. تمام. فعايز أقول لحضرتك إن احنا المخطط التنمية العمراني ده ل 2052 بيتكلم عن ان انا الاولويه في تنميه سينا، وان انا انقل الشباب من الوادي والدلتا الى المناطق العمرانيه الجديده، واولها الدلتا واولها سينا. فانا دلوقتي كل التحسينات اللي حصلت في البنيه التحتيه وفي الخدمات التعليميه والتعليميه والصحيه، كل ده وزي ما بقول لحضرتك، وقبلهم في كل تنميه انسان سيناوي، تنميه انسان سينا دي قبل كل ده. يبقى ده بيخلق بيئه مهيئه لان انا اعمل مجتمع جديد، حيز عمراني جديد انقل فيه الناس او الشباب بالذات. ليه؟ بدل ما هو بيدور على الوادي والدلتا، لا تعالى في مجتمع حلو هتلاقي فيه كل حاجه. هتلاقي فيه خدماتك كلها، طرق، هتلاقي فيه خدمات تعليميه، خدمات صحيه، خدمات
كل ما تتخيله بقى سياحيه، كل حاجه هتلاقيها موجوده. كويس جدا، كويس جدا. طيب حضرتك اتكلمت على مجال النقل ومجال التعدين او الثروه المعدنيه برضو الموجوده في ارض سيناء، مجال السياحه والاقتصاد، المشروعات. حضرتك خلينا نتكلم عن المشروعات الزراعيه، وكمان يمكن سينا فيها كتير جدا من المحاصيل الزراعيه المميزه زي التمور مثلا والزيتون وزيوت الزيتون مثلا. هو في مشروع مهم قوي في يمكن انا ما اتكلمش عنه، اللي هو معالجه المياه. ايوه، اتعمل محطات معالجه مياه كتيره جدا نعم في سينا. هتقولي ايه معالجه المياه دي؟ ميه الصرف الصحي اعالجها في انواع من المعالجه. في معالجه ثلاثيه ودي اعلى معالجه، اللي هي تخلي لي ميه الصرف ممكن صالحه ان انا ازرع بيها، اروي بيها الارض الزراعيه. الارض الزراعيه. في معالجه قبل الثلاثيه، مش عارف معالجه ايه، ثانويه وليه وحاجه زي كده. دي ممكن للحدائق اللي هي اسف، اتفضل. المشاريع اللي هي المحاصيل غير الزراعيه. يعني ما اقدرش اللي هو الغذاء الانساني، انما في هيتقص مثلا الزهور، الشجر، ممكن الجناين اللي في الشارع، الجناين مظبوط. هي في محطه مهمه جدا دي موجوده في موسوعه جينيس، اللي هي محطه بحر البقر. دي بتعالج كل يوم 6 مليون متر مكعب. دي في الشرقيه، في سينا، في سينا بحر البقر في سينا، انما هي اسمها كده. انا هو غالبا في سينا، مش عارف حضرتك شاركتيني، بس هي عموما حتى انا بتكلم على اللي هي لما المدرسه اللي اتضربت في بحر البقر. هو ممكن اتسمت كده علشان الذكرى. أيوه. المصيبه دي الأليمة اللي حصلت وقت حرب الاستنزاف. فهي هي حتى لو كانت في شرقيه ممكن يتعمل ربط بينها، بس هي معموله لسينا. تمام. لان هي 6 مليون متر مكعب يوميا بتعالجهم، وده بيتم ري بيه المحاصيل الزراعيه. كويس. ده عمل بالذات المحطه دي عملت لي، رفعت لي مساحه الارض من 200 وشويه الف فدان الى 650 او 670 الف فدان. فحضرتك تخيلي 400 الف فدان زودناهم، يعني اضربي في 3، بعد ما كانوا حوالي 200 بقى 600 الف. كويس جدا. فطبعا ده بالنسبه للزراعه طبعا حاجه هايله يعني. حضرتك بالنسبه للمشروعات السياحيه، ما فيش اكبر من او اهم من مشروع التجلي طبعا السياحي ده طبعا اللي هو بيمر بيه نفسنا هو هيبقى فيه افتتاح قريب باذن الله للمشروع اللي يكتمل. المتحف ومشروع التجلي الاعظم. وانا عارف المتحف، مش عارف التجلي هيتفتح امتى. لا احنا ذكرنا قبل كده في برنامج صباح القاهره فعلا، وعرفنا معلومات من اثريين كتير انه فعلا هيكون في هيبقى افتتاح برضو كبير جدا وكويس، واعتقد هو من اهم المشروعات السياحيه ده يعني. فعلا ده طبعا العائله المقدسه برضو يعني هو المشروع ده اللي هو طبعا زي ما قلنا هيبقى فيه ربط بينه وبين الاماكن اللي زارتها العائله المقدسه بالظبط. فهي المشروع ده طبعا مشروع هايل. وهو يعني انا هنا في اماكن هنا في مصر في القاهره مرت عليها العائله المقدسه. صحيح. تم تطويرها تطوير هايل. تمام. يعني نفسنا بقى كمان اللي في الصعيد وفي سينا يتم تطويرها برضه. هو انا يعني في يعني بص حضرتك، يعني عدد الناس اللي هتيجي السياحه للمشروع ده هيبقى عدد كبير جدا. ده لوحده هي في مثلا انا في كنيسه اسمها ابو سرجه في مصر القديمه، دي مرت عليها العائله المقدسه دي، انا دايما يعني اروح ازورها يعني. دي من ضمن الاماكن اللي تم تطويرها. تطوير كويس هايل. يعني لو ترميم بقى وكده، ترميم دي من فتره طويله يعني. من ضمن الاماكن اللي هي النهارده لو رحتيها، انا ذكرت دي بالذات ليه؟ لان لما بروحها اتفرجي على هي محطوطه في الخريطه العالميه. في جروبات سياحيه كتير جدا بتروح تزورها، لان هي المكان اللي مكثت فيه العائله المقدسه المسيح والعذراء ويوسف النجار. قعدوا فيه حوالي فتره طويله، سنه او مش فاكر، فتره طويله يعني. فتره طويله. فهي موجوده لغايه دلوقتي المغاره تحت الكنيسه وترممت. يعني بقى شكلها جميل ويعني بصراحه فخر لينا يعني. فدي من ضمن يعني. فانا شايف ان هي لا يعني بدانا من فتره
واعتقد ان هي ممكن يتم الافتتاح الباقي قريبا، يعني دي بإذن تعتبر الله. يعني خلاص، يعني ده نقطه موجوده من الرحله بتاعت العائله المقدسه في اللي هي جت من القدس الى او الناصره وبيت لحم. بالظبط، مش القدس يعني الناصره وبيت لحم لغايه مرت على القاهره والصعيد فده بالزبط. انا قلت مكان واحد بس اللي انا شفته بعينيا. في اماكن كتير جدا في الصعيد، في اماكن كتير وكنايس كتير في فده الصعيد، طبعا هيبقى مشروع سياحي جميل يعني طبعا. هايل جدا طبعا. يعني هو لو ربطناه مع دول تانية يعني كويس زي مثلا تركيا والكلام ده برضو ممكن يبقى في مردود سياحي حلو لمصر، ان احنا يبقى دولتين الجروب تيجي تشوفوا هنا الاماكن السياحيه وتروح في تركيا مثلا فوق لي مثال، انما مش لازم تركيا، يعني في اماكن كتير الاردن ايا كان يعني نربط مع دول تانية مثلا بحيث الشركات العالميه. اقصد ان تركيا مميزه سياحيا في الفتره الاخيره. ايوه، فاحنا ممكن يعني ليه ما نستفدش منها؟ بالظبط، يعني انا مش شايف تعاون وتبادل. بالظبط، مش عيب ان انا استفيد من التجربه صحيح اللي مرت بيها اي دوله تانية سواء مظبوط. تركيا او غير تركيا ايا كان، يعني انا مش بالظبط انا بتكلم عن دوله بعينها، بس انا زي ما حضرتك قلتي ان تركيا لانها فعلا هي بلد سياحيه صحيح. وعلى الخريطه العالميه صحيح كتير. طيب الكلام ده كله او المشروعات دي كلها عمرها ما كانت هتقام الا ما يكون في امن او استقرار في شبه جزيره سيناء. بالتاكيد حصل ومر عمليات ارهابيه كتيره جدا، فقدنا شهداء كتير جدا من رجال القوات المسلحه، من رجال الشرطه المصريه، من المدنيين المصريين كمان. فاعتقد انه يعني كل ده كلفنا ارواح ناس كتير. اكيد يعني أكيد. العمليات الارهابيه اللي كانت بتحدث في سيناء كل فتره والتانيه الحمد لله تم القضاء عليها، وبعد كده بدأنا التنمية في سيناء. يعني كل المشروعات دي ما كانتش هتقدر تقام أو ما كانش هينفع تقام إلا ما يكون في خلاص قضاء تقريبا شبه كامل على الإرهاب أو العمليات الإرهابية. فأعتقد إن ده موضوع كمان مهم جدا. الأمن والاستقرار في أي دولة هو اللي بيجذب الاستثمار. تمام. هو احنا طبعا يعني هو احنا للاسف يعني مصر يعني ربنا يحميها دايما، يعني احنا نطلع من زي ما بيقولوا مثلا نطلع من حفره نقع في دحضيره اللي هي ايه حضرتك، يعني احنا ارهاب، كورونا، حرب روسيا اوكرانيا، الحوثيين يوقفوا السفن في السويس. فطبعا وكان من ضمن طبعا مر علينا من التسعينات لغايه بعد 2010 الارهاب في سيناء، لكن الحمد لله يعني احنا سينا وقناه السويس والسياحه احنا رويناها بدم المصريين سواء صحيح. الجيش او الشعب او الحمد لله يعني مزبوط. وربنا يديم علينا الاستقرار ونعمه الامن والامان يا رب يا رب ان شاء الله. دكتور انا بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده. عرفنا طبعا معلومات قيمه جدا من حضرتك يا دكتور، وكمان ارقام مهمه في المشروعات الخاصه بالانجازات في ارض سيناء. أرض سيناء غالية، بنتمنى كمان يكون فيها تنمية أكتر وأكتر في الفترة القادمة، وزي ما حضرتك قلت وذكرت الربط ما بينها وما بين قناة السويس مهم جدا في الفترة القادمة. أنا بشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده. مرة ثانية مشاهدينا بنشكر الدكتور أمنحتب أمين الخبير في الإحصاءات الاقتصادية وعضو مجلس البحوث